صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل ومهما كانت الظروف وحشة. لأن ربنا دايما موجود والأمل دايما في ربنا سبحانه وتعالى. دلوقتي الوقت اللي احنا فيه ده احنا متفقين وقت صعب والدنيا غالية والناس مش عارفة تجيب فلوس منين بس تخيلوا بقى إن الوقت ده هو أحسن وقت تطلع فيه فلوس لوجه الله وتعمل فيه أعمال خير. الوقت ده الوقت ده احسن الاوقات اللي انت بقى تطلع فيها فعلا لوجه الله، وده بيبقى استثمار مع ربنا. وانت طول ما انت عايز تكسب زيادة طلع فلوس زيادة. انا مش بقول لك تضيع فلوسك وتقعد بتشحت خالص، بس هي الفكرة الوقت اللي احنا فيه ده وقت صعب، وفي ناس والله العظيم ما اعرف بيكملوا يومهم ازاي. مش هقول بيكملوا الشهر، بيكملوا يومهم ازاي. فانت لو في العادي بتطلع فلوس طلع بزياده شويه. دلوقتي انا بقول اللي يقدر يعني. لو عندك حاجات ما بتستخدمهاش، مش عايز اقول حاجات قديمه، حاجات ما بتستخدمهاش. عندك كتب ولادك ما بقوش يستخدموها، اديك شايف الكتب الخارجيه بقت غاليه ازاي. عندك شنط مدارس، هم اشتروا شنط جديده وعندهم شنط كانوا بيستخدموها قبل كده. لبس مدارس، دعاء حتى لو تدعي للناس يا اخي. اكل، يعني بواقي الاكل او الاكل، بلاش بواقي الاكل اللي فايض عن حاجتنا ومش هناكله. كل اللي يقدر يساعد حد باي حاجه هو ده وقته، هو ده وقته. لو ما كناش نساعد بعض ونقف جنب بعض في الظروف الصعبه دي، هنقف جنب بعض امتى؟ وبعدين الواحد بيتكسف يبقى بيطلب من ربنا رزق وفلوس وستر ورضا وهو بيبخل على الناس. يعني أسوأ صفة البخل، فما تبقاش انت بخيل مع الناس وعايز ربنا يبقى كريم معاك. يعني قدم السبت يعني، ولله المثل الأعلى. وبعدين في الظروف الصعبة دي أي حد بيطلع حاجة فعلا بيبقى بيطلعها لوجه الله، لأنه وينفقون المال على حبه ولو كان بهم خصاصة. يعني ده أحسن وقت تستثمر فيه مع ربنا، وخلي عندك ثقة إن الثواب بقى مضاعف والخير مضاعف. فلو سمحتوا نقف جنب بعض، نساعد بعض، ندعي لبعض، نضحك في وش بعض، نهون على بعض ولو حتى بالكلمة. اللي ليه دين عند حد لو يقدر يصبر عليه أو يقدر يستغنى عنه يا ريت. وربنا يا رب يفرجها علينا جميعا وشير كتير عشان نساعد بعض. ولعل الفيديو ده لو شيرته لحد وعمل خير يبقى في ميزان حسناتي وحسناتك بإذن الله. نتقابل يوم القيامة عند ربنا واحنا في قمة السعادة وصباح السعادة.